مساء الخير البنات. واش راكم؟ جيسبر راكم كامل بخير وراكم هنيين ان شاء الله. جبت لكم اليوم وصفه جديده ولا طبق جديد. نتمنى حين اعجابكم راكم رايحين تجربوه لي وتلت لي بالجناحتين والخضره. يجي بزاف بنين، واحد لاصوص بنينه بزاف. مشرب وما عندي ما نقول عليه. نتمنى حين اعجابكم. راهي الصوره توضح ولا الصوره تعبر. نتمنى تكونوا تعجبكم هذه الوصفه وتكونوا كامل تجربوها ان شاء الله. واذا جربتوها خلوا لي في الكومنت كما العاده. ونقول لكم اذا كنتوا جدد في القناه ما تنساوش تخلوا لي ديروا ابوني وتخلوا لي كومنتير. قولوا لنا يا الزينات ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا اليوم وتستمتعوا بهذا الفيديو. نقول لكم اروحوا نبداو بطريقه التحضير والمقادير، ونتمنى يا ربي تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. اول حاجه نجو نخدموا ولا نجو نطيبوا لاصوص تاعنا. واش عندي فيها حبه تاع بصل تكون شويه كبيره مقطعه قطعه صغيره. عندي ايضا طماطم تكون مسكرفجه. عندي كما راكم تشوفوا الزيت ملعقه كبيره. عندي فلفل كحل، فلفله، شويه تاع القرفه. وعندي عفوا وعندي طماطم مصبره، هريسه، فلفل مرحي، وسينه تاع الثوم. يعني هذا مكان نورمالمون وجدت اذا ما نسيتش. ونخلوها تكمل، نخلوه يتحمس مليح هاد البصله مع الطوماطيش كما راكم بهذه الطريقه. ما تمرقوش بزاف، يعني كي نروحوا بعد نديروا خضره باش نمرقوا. ونخليها تغلي شويه وندوزو هنا للدجاج تاعنا. الدجاج تاعنا واش درت فيه؟ درت فيها القرفه، فلفل الكحل، فلفله، الملح، ودرت فيه هريسه وطماطم مصبره. وما نساوش زعتره في لاصوصه تعطيها بقو بزاف بنين. يعني هذا واش درت في التتبيله تاع الدجاج في الجناحتين هذوما. نتوما ديروا على حسب العائله تاعكم ديروا الجناحتين بهذه الطريقه يعني. ونخلوهم هكا شويه يشربوا باش يجي فيهم هذيك التتبيله تجي بزاف بنينه. وتحبي ديري توابل واحد اخرين كيما تحبي ديري. من شرط عليك واش ديري واش تحبي توابل. اللي هنايا تجيب مقله ودرت فيها شويه تاع زيت خليتها تسخن مليح، ولا ديروها تزيدوا لها مغرفه تاع مارغرين تدخلوا حتى تذوب مليح. بعدا تخليو هذاك الدجاج تاعكم يعني نحمسوه شويه ولا كيما تقولوا ماشي نحمسوه، شغل نحمروه شويه، نعطولو شويه هذاك اللون الشباب تاعو. من بعد نجزو الفلفل تاعنا. هنا في كسكاس درت من تحت الجفنه احن درت له شويه تاع الماء. ما تنساوش ديروا الملح. هنا التلفل ديروا على حسب الافراد تاع العائله. تقدري ديري كاس 2 كيسان كيما تحبي. نديرو هكا نشربوا بالماء وما نساوش الزيت. ومن بعد نخلوه يشرب شويه. من بعد راح نفوروه حتى يطيب لكم مليح كيما تعرفوا تفورو كامل. وندوزو لاصوص تاعنا تاع الملوله كامله. هنا كنت قطعت الخضره تاعي، درت زروديه والقرعه. نديروا الخضره اللي تحبوا. فرغتها فوق هذيك لاصوص. ما نساوش نديروا الحمصه يجي بزاف بنين. تقدري ديري حتى الجلبانه يعني واش تحبي. يعني ونخلطوها شويه. من بعد راح نمرقوا بالماء سخون ونخلوها تكمل الطيب. من بعد ندوزو لهذاك الدجاج تاعنا اللي كنا قلت لكم تحمسوه ولا تحمروه. يعني هكا تقلبوه مرة على جهة. من بعد نروحو نستفو فوق هذيك الخضرة تاعنا ونخلوه يكمل يطيب. ما نساوش نمرقوها ونخلوها يكمل يطيب في غردو هذاك الدجاج مع الخضرة تاعنا كامل. ونمرقوها بطبيعة الحال بيان سور بهذه الطريقه. نتمنى بلي تكونوا فهمتوني وجدتكم سهله هذه الوصفه. تجي بنينه ونحبوها كامل تليسلي. ما كاش اللي ما يحبوش كي الرز. نقول لكم جربوها الاطفال تاعكم بالنسبه كي راهم في الامتحانات وكامل. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. ربي يفرحكم. نقول لكم بلي مليح بزاف هكا ديروا حاجه يحبوها تفرحوهم بها. نعاودوا له هذاك التلتلي تاعنا بعد ما خليت الخضره تاعي تكمل الطيب. هذاك التلتلي بعد ما كان طاب لي هذيك لاصوص تاع الدجاج كانت قعدت لي اللي حمسنا فيها اللي حمرنا فيها هذاك الدجاج. نروحوا يعني نفرغوا فوق هذاك التلتلي اللي كان طاب ونخلطوه كامل. يعني تعطي قوب بزاف بنين. وهذيك لاصوص تاعنا ما نرموهاش. اللي طاب فيها اللي حمرنا فيها ما ترموهاش. ونديروا فيها هذاك التليتي تاعنا ويجي بزاف بنين. من بعد جبت البلا تاعي درت فيها هذاك التليتي تاعنا اللي كنا شربنا في هذيك يعني المرقه تاع الدجاج تاعنا. من بعد كي طابت لي ديك الخضره نحيت الدجاج يعني الدجاج فرقته عليها وفرغت فوق هذيك الخضره تاعنا كامل. ومن بعد نخلطها كامل ونزلها من فوق هذيك لاص ونستف الدجاج كامل تاعي الجناحتين. وندخلوا الفوق يكمل يتجمر شويه حتى يشرب لنا مليح. ونشوفوه ان شاء الله واجد في صحن التقديم. ما تروحوش بالبنات بعيد نديروا يطيب ونشوفوا الشكل النهائي تاعو واجد في صحن التقديم.
ولهنا البنات الشكل النهائي للوصفة تاعنا اليوم راهي واجدة امامكم. نقول لكم واش راه تعجبكم. اللي كانت عباره ولا كيما شفتوني خدمنا كيف كيف تليتلي بلا صوص وبالخضره والجناحتين. جاو بزاف بنين، ننصحكم باش تجربوه وتفرحوا بهم ولادكم. نقول لكم اش راه يعجبكم. جا بزاف بنين، ما عندي ما نقولش، لا تجربوه على طريقتي كما نخدمو انا بمقادير كما شفتوها سهله بزاف اقتصاديه، مش معكم بزاف الوقت ساهل. نقول لكم شرينا اعجبكم، واذا عجبكم ما تنسوش لي كومونتير، واذا دخلتوا جديد القناه ما تنسوش ديرونا ابوني. اذا جربتوه على طريقتي نقول لكم بلي اذا درتوا له الجناحتين راح يجي بزاف بنين. نقول لكم وصلنا لفتره فيديو، نتلاقاو ان شاء الله في الوصفات الجايين. الى اللقاء، مع السلامه.